مرحبا بكم في نشرتنا الرياضية من قناة الكوري نيوز. اليوم سنتحدث عن عودة مفاجئة للنجم المغربي نصير مزراوي لتدريبات مانشستر يونايتد، وذلك بعد فترة قصيرة جدا من خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب. في خطوة غير متوقعة شهدت تدريبات نادي مانشستر يونايتد عودة نصير مزراوي اللاعب المغربي بعد أسبوع واحد فقط من خضوعه لعملية في القلب. كان النادي قد أعلن في وقت سابق أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع للتعافي، لكن ما حدث هو عودته السريعة وهو الآن جاهز للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة. يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برنتفورد يوم السبت الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. اللقاء سينطلق في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة بتوقيت المغرب. خلال مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد أستون فيلا تم استبدال مزراوي في نهاية الشوط الأول بسبب معاناته من مشاكل صحية والتي تسببت في خضوعه للعملية، ورغم ذلك لم يمض سوى 7 أيام على العملية قبل أن يعود للتدريبات بشكل كامل ويصبح جاهزا لخوض المباريات. سيساهم مزراوي في قيادة مانشستر يونايتد نحو تحقيق الانتصار في مواجهة برنتفورد. سنرى ذلك في المباراة القادمة. وفي خبر آخر سنتحدث عن مفاجأة في عالم دوري أبطال أوروبا، حيث تجاهل عدد من النجوم العالميين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عند ذكرهم لأشهر اللاعبين في هذه البطولة العريقة. نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا فيديو يطرح فيه سؤالا على عدد من اللاعبين والمدربين، وهو من اللاعب الذي يأتي بذهنك عندما يتعلق الأمر بدوري أبطال أوروبا. واللافت في هذا الفيديو أن 10 لاعبين ومدربا لم يذكرتين كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، رغم أن رونالدو هو الهدف التاريخي لدوري الأبطال. اللاعبون الذين شاركوا في هذا الاستطلاع هم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بالإضافة إلى بوكايو ساكا وجورجينيو من أرسنال، ورباعي مانشستر سيتي برناردو سيلفا وكوفاسيتش وكايل واكر، والحارس البرازيلي إيدرسون، إلى جانب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من إنتر ميلان وأليكسيس ماك أليستر من ليفربول، وأخيرا مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو. أما الاختيارات فجاءت كالتالي: محمد صلاح اختار زين الدين زيدان، بوكايو ساكا اختار نيمار، برناردو سيلفا أيضا فضل زيدان، أليكسيس ماك أليستر اختار تيري هنري، إيدرسون اختار رونالدينو، تشابي ألونسو ذكر كلام سيدورف ولوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش اختار أنيستا، لاوتارو مارتينيز فضلا مواطنه دييجو ميليتو، كايل واكر اختار كاكا. أما جورجينيو فقد فاجأ الجميع باختياره نفسه. وفي خبر آخر يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برنتفورد يوم السبت المقبل 19 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. اللقاء سيقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة بتوقيت المغرب. عودة نصير مزراوي لتدريبات مانشستر بعد أسبوع فقط من خضوعه لعملية في القلب قد تضيف قوة إضافية للفريق في هذه المباراة الهامة. وفي خبر آخر، اليوم سنناقش موضوعا يوم الجماهير المصرية، وهو موقف المدافع المصري محمد عبد المنعم مع نادي نيس الفرنسي، وهل يستطيع تكرار تجربة نجاح مواطنه عمر مرموش في أوروبا؟ محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر لا يزال يسعى للتأقلم مع الأجواء في فرنسا بعد انتقاله من النادي الأهلي في صفقة بلغت 4,300,000 دولار، بالإضافة إلى $1,000,000 حوافز و15 من نسبة إعادة البيع. منذ وصوله إلى نيس شارك محمد عبد المنعم في 3 مباريات فقط بمجموع 157 دقيقة، حيث أوضح مدرب الفريق فرانك هيس أن اللاعب بحاجة إلى وقت أطول للاندماج في أسلوب اللعب الفرنسي المختلف عن ما اعتاد عليه في مصر. هيس أكد أيضا أن العقبة الأساسية التي يواجهها عبد المنعم ليست فقط في الجانب الفني، بل تشمل اللغة والتكيف مع الحياة الجديدة في فرنسا، بالإضافة إلى الضغوطات الناتجة عن خروجه للاحتراف الأوروبي. هل يجد عبد المنعم ضالته في طريق مرموش؟ عبد المنعم قد يستلهم حلا من تجربة عمر مرموش الذي بدأ مشواره الاحترافي في أوروبا بصعوبات مشابهة. مرموش انتقل في البداية إلى فولفسبورج الألماني قبل أن يجد فرصته الحقيقية مع سانت باولي في الدرجة الثانية، حيث نجح في لفة الأنظار بمستوياته المميزة. هذه التجربة فتحت له الباب ليواصل تألقه مع شاتو تجارة، ثم ينتقل بصورة نهائية إلى اينتراخت فرانكفورت، حيث يتصدر حاليا قائمة هداف الدوري الألماني متفوقا على نجوم كبار مثل هاري كين. ربما يحتاج عبد المنعم إلى فترة إعارة مشابهة لتطوير مستواه والتأقلم مع الأجواء الأوروبية، مما قد يساعده في كسر حاجز الضغوطات والاندماج بشكل أفضل مع فريق نيس. يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برنتفورد يوم السبت المقبل 19 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
المباراة ستنطلق في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة بتوقيت المغرب. عودة نصير مزراوي إلى تدريبات الفريق بعد عملية جراحية على مستوى القلب قد تمنح الفريق دفعة معنوية قبل هذه المواجهة الهامة. شكرا لكم على متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا الكورة نيوز وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم.